ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مازن. جاي النهارده اقول لكم يعني ايه نظام الجي بي اي، اشرح لكم كل حاجه عنه. الموضوع ده مهم جدا، يعني قبل ما تدخل الكليه لازم تكون عارف كل حاجه وعندك درايه كافيه بالموضوع. نبسط الدنيا على قد ما نقدر ونوضحها، وان شاء الله يكون فيديو مفيد ليكم. بصوا يا شباب، اول حاجه يعني ايه نظام الجي بي اي. زمان في الجامعه تقديرك كان بيطلع على طول، يعني كان بيبقى مقبول، جيد، ممتاز على طول. لكن دلوقتي معظم الجامعات شغاله بنظام الساعات المعتمده، فالوضع اختلف كتير. يعني ايه نظام الساعات المعتمده؟ دلوقتي انا جبت تقدير معين، فالتقدير المعين اللي انا جبته ده بيتحول لحرف من الحروف، هقول لكم بعد كده الحروف دي بتعبر عن ايه في التقديرات. فالحرف من الحروف ده بيبقى ليه بوينت معينه، يعني بيبقى ليه مقدار من البوينت معينه. بعد كده بجمع البوينت كلها اللي انا خدتها، في مثلا عليا 6 مواد فجمعت بوينت ال6 مواد، واقسمها على كل ماده بتكون لها عدد ساعات معين، فبقسم البوينت اللي انا جمعتهم على عدد ساعات المواد كلها، بيطلع معايا حاجه اسمها المعدل التراكمي او الجي بي اي. فده ملخص الحوار كده، او نبذه عنه سريعه من بره. دلوقتي يا شباب بعد ما عرفت الدرجات، فانا عايز اشوف البوينتس عشان احسب الجي بي اي. مثلا انا جبت في ماده تقدير معين، فهحوله البوينتس. كل ماده عندي بتكون متسجله بعدد ساعات معين، فالماده بجيب عدد الساعات بضربه في البوينت اللي انا جبته. بعمل كده في المواد اللي انا مسجلها، مسجل 6 مواد، فانا هعمل في ال6 مواد كده. بعد كده اجيب السيجما اللي هو مجموعهم يعني، بعد كده اقسمهم على عدد الساعات الكلي اللي انا مسجله في الترم، فكده يطلع معايا المعدل التراكمي. احنا قلنا يا شباب زمان في الجامعات كان بيبقى فيه مثلا انت في ماده جبت درجه معينه، فالدرجه المعينه دي بنحولها لتقدير على طول. لا، دلوقتي انت لو جبت الدرجه المعينه دي في نظام الساعات المعتمده بنحولها لحرف، كل حرف ده بيكون ليه قيمه معينه من البوينتس. بعد كده باخد الحرف ده اشوف بكام بوينت. مثلا جبت بي، بشوف البي دي في الجدول على حسب طبعا كل كليه واللائحه بتاعتها، بشوف ان هي بكام بوينت، وبحسبها بجمع البوينت كلها اللي انا جمعتها في كل المواد اللي انا مسجلها في عدد الساعات، واقسمها على عدد الساعات الكلي. كده انا طلعت المعدل التراكمي للجي بي اي. طب دي المعادله بتاع الجي بي اي. عامه في مواقع كتيره بتحسب الجي بي اي، انا بديله التقدير اللي انا جبته في الماده وعدد ساعات الماده، بيطلع لي في الاخر المعدل التراكمي. كده كده اصلا موقع الجامعه بيحسب بعد النتيجه الجي بي اي التراكمي. بس انا برضو عايز افهمكم الفكره بتاع الموضوع يعني. فهنا سيجما كريدت اورز دي مجموع الساعات اللي انا بسجلها في الترم، وهنا تحت سيجما جريدد بوينتس في كريدت اورز. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بشوف المواد النتيجه اللي طلعت لي، بمسك كل ماده بشوف جبت تقدير ايه، بشوف البوينت بتاعه واضربه في عدد ساعات الماده. بعد كده بجمع المجموع الكلي واقسمه على عدد الساعات الكلي اللي انا باخده في الترم، بيطلع معايا المعدل التراكمي. انا عندي الحروف اللي هي بيكون لها قيمه بوينت معينه، فانا عندي الاي ب 4 بوينت، البي 3 بوينت، السي 2 بوينت، الدي 1 بوينت، والاف 0 بوينت. الاف ده اللي انت نزلت في الماده، يعني انت ما نجحتش فيها بتبقى ب 0 بوينت، فلما اجي اضرب عدد الساعات في 0 بوينت تطلع بزيرو، لان الماده اللي انت بتنزل فيها ما بتحسبش في المعدل التراكمي اصلا. طبعا كل حاجه من الحروف دي لها تفرعات، يعني الاي ليها اي ماينس واي بلس، البي برضو نفس الكلام، والسي والدي، فكلهم ليهم تفرعات يعني. نشرح مثال بسيط نوضح بيه الدنيا. انا عندي هنا ماس فيزيكس اي تي، الماس ب3 ساعات والفيزيكس ب2 ساعات والاي تي ب3 ساعات. انا جبت في الماس A، في الفيزيكس B، في الاي تي سي. تمام، بشوف البوينت، بشوف الحاجات دي بتعبر بوينت كام، اضرب البوينت في عدد الساعات، طلع معايا البوينت بعد ما ضربت في عدد الساعات طلع توتال 24. وانا عندي توتال الساعات 8 ساعات، بقسم 24 على 8 طلع معايا جي بي اي 3. طبعا احنا قلنا ان اصلا الموقع اصلا بياخد منك التقدير وعدد الساعات ويحسب لك كل اللي انت عاوزه في المعدل التراكمي. كده كده موقع الجامعه بيحسبه، بس انا عايز افهمكم المبدأ العام للموضوع الجي بي اي. دلوقتي يا شباب هتكلم بالاخص عن تقديرات الكليه بتاعتنا. دلوقتي انا عندي في الكليه عندي A و A ماينس، وعندي B بلس، وعندي B و B ماينس، و C بلس، و C و C ماينس، وعندي D بلس، وعندي D و F دي اللي انت نزلت في الماده. انا عندي في الكليه ان عشان تجيب امتياز في الماده يا تجيب A يا A ماينس يا B بلس، ده كله تحت بند الامتياز. الجيد جدا B ماينس و B، والجيد C بلس و C، والمقبول C ماينس و D بلس و D. طبعا البوينت اللي انا كنت لسه بقول عنها يعني. بس بحسب الحسبة وكل حاجة، بس أنا بوريكم شكل التقديرات والبوينت والحاجات دي كلها، يعني بوضح لكم الدنيا. ده جدول التقدير الكلي المعدل التراكمي. فأنا عندي لو جبت 3 و7 وأكتر فأنا جبت امتياز في الجي بي إيه. لو جبت من 3 أو أقل من 3 و7 فجبت جيد جدا. لو جبت من 2.3 لغاية أقل من 3 فجبت جيد. وبالتالي بقى باقي التقديرات. بس فدي التقديرات التراكمية يعني. طبعا انت الترم الاول بيطلع لك جي بي اي فصلي، الترم التاني يكون فيه جي بي اي فصلي، بعد كده بنحسب التراكمي، بعد كده بقى بتحسب التراكمي على مدار الترمات اللي انت بتاخدها في الجامعه.
3 ترمات 4 ترمات، ونفضل ماشيين لغايه لما نخلص ال8 ترمات اللي عندنا في الجامعه. بيحسب لك بقى المعدل التراكمي على ال8 ترمات كلهم، يحسب لك الجي بي اي الكلي ليك بس. وبتمشي بقى فصلي فصلي، يعني كل ترم بتخلصه بيبقى جي بي اي فصلي، اسمه جي بي اي فصلي. بعد ما اخلص الترمات بتاعتي في الجامعه بنحسب المعدل التراكمي لكل الترمات اللي انا خدتها في الجامعه وعدد الساعات اللي سجلتها. طبعا لو نزلت سمر في اي سنه من السنين برضو بتتحسب، فكل الترمات بتتحسب مع بعض. انا مثلا في سنه نزلت فيها سمر، فعشان احسب التراكمي للسنه دي بحسب الترم الاول والترم التاني وترم السمر كلهم مع بعض. وفي الاخر بقى بيجمعوا كل الترمات اللي انا نزلتها. انت دلوقتي بينزل لك كل ترم 18 ساعه الحد الاقصى للتسجيل. بس انت لو جبت جي بي اي 3.3 في اول سنه، فانت بيسمح لك الجامعه بتسمح لك ان انت تاني سنه تسجل 3 ساعات زياده. بس تكون طبعا من سنه تانية يعني. فدي حاجه كويسه برضو ان انت بتاخد 3 ساعات زياده لو جبت جي بي اي 3.3. دلوقتي يا شباب هننبه عن اهم حاجه، وده تحذير. لو جبت جي بي اي اقل من 2 ايه اللي بيحصل؟ يعني انت دخلت اول ترم جبت جي بي اي اقل من 2، الجامعه على حسب بقى جايب اقل من 2 بكام، يعني ممكن تجيب اقل من 2 بمقدار كام. الجامعه كده كده مش هتسمح لك ان انت تسجل عدد ساعات كامله الترم التالي يعني، او الترم اللي بعده. طبعا على حسب، يعني انت لو جبت مثلا من واحد 75 لغايه الاتنين فانت بتسجل 15 ساعه بس. لو جبت من واحد ونص لغايه مثلا واحد اقل من واحد 75 فبتسجل 12، اقل من واحد ونص 9 ساعات. طبعا لو شايل مواد الحاجات دي بتختلف، انت بتظبطها مع الارشاد يعني. فانت لو شايل ماده اصلا بتقفل ماده في الترم الجاي، فانت بترحل مواد وحاجات، فانت يا ريت ما تدخلش في الدوامه دي كلها. لان انت مثلا لو شلت ماده وبتقفل ماده تاني، وفي ماده بتقفل اتنين، فانت كده بتدخل نفسك في دوامه انت غنى عنها. انت تذاكر اول باول، الدنيا سهله، الدنيا لذيذه، الامتحانات كويسه، هتذاكر هتجيب درجات كويسه، ما تدخلش نفسك في الدوامه دي. في جزئيه مهمه تانية يا شباب، انت لو جايب جي بي اي اقل من اتنين ومش شايل مواد، فانت كده بتدخل في دوامة التحسين. انت بتاخد مواد من الترم الاول جاي فيها درجات قليلة، تاخدها تحسين معاك من الترم التاني، فبتخصم عدد ساعات من المواد اللي نازله لك الترم التاني. والمواد اللي بتتخصم دي بتترحل سمر. ده ليه؟ عشان تزود الجي بي اي تاني وتسجل عدد ساعات كاملة. طبعا انت عدد مواد التحسين بيتحسب على حسب انت جايب اقل من اتنين بكام يعني. بس فانت بتشوف الدنيا، فانت من الافضل ما تدخلش في دوامة التحسين دي، او تدخل نفسك في الدوامة بتاع التحسين وجي بي اقل من اتنين وشايل المواد والحاجات دي. الدنيا سلسة ولذيذة، تحضر محاضراتك تحضر السكاشن، الدنيا ان شاء الله كويسة. اتمنى يا شباب ان انا اكون وصلت لكم المعلومة بكل سهولة وبأبسط طريقة على قد ما اقدر. اي حد عنده سؤال اي استفسار يبعت لي وانا ان شاء الله ارد عليه. بس كده، بالتوفيق يا شباب.